بسم الله الرحمن الرحيم. لقد شهدت مناطق في شمال أفغانستان فيضانات كبيرة غير مسبوقة، والتي تسببت في خسائر بشرية ومالية كبيرة لسكان المنطقة التي بدأت قبل أيام بسبب الأمطار الغزيرة. وبمقدمتها ولاية بغلان من أكثر المناطق تضرراً، حيث قضى فيها 300 شخص لوحدها، ودمرت أو تضررت آلاف المنازل والقرى. ولقد أحدث الفيضان دماراً كبيراً في العقارات السكنية بشكل كلي أو جزئي، مما أدى إلى خسائر مالية كبيرة. هناك حاجة إلى مساعدات فورية. وفي الوقت نفسه لقد بدأت جمعية الخيرية للإمام الغزالي في كابول عملية إرسال المساعدات التي تشمل الدقيق وأهم أدوات الطبخ وتناول الطعام، ولم يدخر جهدا في ذلك. بالإضافة إلى ذلك، ومما يجدر بالذكر، أننا قمنا بإرسال فريق إلى المنطقة ليقوموا بتشخيص ما هم أحوج إليه. فلقد قالوا إن أهل المنطقة من المتضررين بحاجة إلى أدوات الطبخ وتناول الطعام. فلقد قمنا بإرسال طباخين إلى المنطقة ليقوموا بإعداد الخبز والطعام بشكل يومي لمتضرري هذه المنطقة. وأخيراً نعرب عن الشكر الجزيل لكل من ساهم في مساعدة المواطنين المتضررين، ونقول إنهم بحاجة إلى المزيد من المساعدة نظراً للخسائر في الأرواح وحجم الأضرار.